السلام عليكم حبيبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ واش تعاودوا؟ واش اخباركم؟ كلشي بخير؟ صحيحتكم، عائلاتكم، وليداتكم، كلشي لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. البنات، فيديو جديد ونهار جديد. ما تنسونيش من اللايك ديالكم وما تنسونيش من البارطاج، لان هاد القناه ما بغاتش تحرك، فقساتني وانتم ما معاونينيش. المهم البنات، فيديو جديد ونهار جديد. الفيديو ديال اليوم شفتوا العنوان ديالو، ما تسلفيش فم لان ربي عطاك فمك. هذه شفتها واحد المره في واحد القناه، واحد الاخت قالت ليها ما كتعرفيش تهضري، ما كتعرفيش الطاليانيه، خلي بنتك تهضر في بلاصتك. اختي ربي عطاني فمي، علاش نتسلف فم؟ هذا الفم اللي ما يهضرش ليا لا شي صلاح، هذا الفم اللي ما يعوجش الكلام ويخرج ويعبر على داكشي اللي في خاطري، ما عندي ما ندير به. شوفوا البنات، احنا الطاليانيه راه ماشي لغتنا الام، ماشي لغتنا اللي كبرنا بها ولا كبرنا في الجو ديالها. باينه الا قريناها وهذا راه غادا تولي تخرج مقاده، وذلك لا يمنع ان مره غنغلطوا فيها. راه كتشوف تبارك الله الناس رؤساء تعلموا مثلا العربيه ومع ذلك ما كتخرجش من فمهم مصايبه 100%، وهذاك راه قاريها وقاريها مزيان باش يقدر ما عندوش مسموحش ليه فيها بالغلط، ومع ذلك كيديروا فيها اخطاء. هذا تندوي على الناس اللي كيقراو اللغه وباقيين كيغلطوا فيها. اما واحد معلم اللغه غير بالمقاتله وحقا حيت كتخرج ليه واحد الكلمه خاسره، صافي خصو يسكت ويخلي ولده يهضر عليه. انا اختي ربي عطاني فمي غير باش نعبر به، عطاني ربي فمي باش نخدمه، وحتى واحد اش كيقول لك ما يحك لك عضفرك. داكشي اللي باغا نقولوا انا ما غاديش يقولوا لي واحد اخر. والتجربه هي اللي كتعلمك، والخطا هو مناش كيتعلم الانسان. راه ما كاينش شي واحد تيتعلم وما تيخطاش. اي واحد تعلم عارف راه غلط وعاود غلط وعاود غلط وطاح وناض وقالها معوجه وقالها غالطه وقال كلمه اخرى عوض هذيك، وربما كاين اللي باغي يقول كلمه ما عرفت كيفاش دايره خرج واحد المعنى اخر ويقدر يكون معنى خايب كاع. ومع ذلك الانسان كيتضارب وكيحاول وكيعاود يحاول حتى كتخرج ليه الكلمه من قبضه. الطبيبه ديال بناتي، بيدياترا ديال بناتي، عندي واحد بيدياترا المانيه كتقول لك فاش كتكوني باقا عرفتي باقا يلاه باديه ويلاه ما جايه من المغرب وكتكوني يلاه كضاربي مع ديك الكلمات هكايا، كلمه مقاده كلمه عوجه هذه، وكيجي معاك شي حد لعند الطبيبه ولا يجي معاك راجلك ولا كتجيبي معاك شي حد وكتقول له لا ما تهدرش، خليها هي تقولها. كلمه غلطه كلمه صحيحه انا من بعد غنتفاهم انا وياها. انا هاد الام خاصها تتعلم باش نولي نتحاور معاها. اللي اعتمد على شي حد غيبقى يعتمد عليه دايما، وغادا تولي عبء. عوض باش تعلمي في عام ولا في عامين غتولي عبء على الناس الاخرين. ممكن انا نقول كلمه غلطه اليوم وغيصححها ليا هذاك السيد اللي غنقولها له، ولا هذيك السيده اللي عنده محل ولا معلمه ولا هذه، وغنتعلم ليها مره اخرى غنقولها صحيحه. ممكن ما غيصحوهاش ليا في هذاك النهار، غيخليوها هكا دوز ويصححها ليا شي حد اخر. أه مهم انا من تجربتي في اللغه بان الاحتكاك والجبهه هي اللي تتعلم اللغه واخا تمشي للمدرسه راه الاحتكاك هي اللي تعلم اكثر. والاحتكاك باش الاحتكاك بالكلمه الغلطه راه ما يمكنش واحد اللغه اللي ما هاكاك نزلتي في واحد الدوله ما كبرتي فيها ما كتعرفي لغتهم غتقوليها صحيحه من المره الاولى. هاد الكلام تنقولوا حيت دابا ما دمت شفت هاد الاخت هكا كتبت هاد التعليق قلت هذا غيكون منها عادات، غيكونوا بزاف تيحشموا، ربما ما كيفكروش بنفس الطريقه، ولكن هي ماشي هي حشمات في بلاصه هذيك السيده اللي قالتها، ربما غلطه ولا هي اصلا كانت ربما صحيحه غير هي ما فهمتهاش. حشمات في بلاصه يعني باش يوصل لواحد حتى لدرجه انه يحشم في بلاصه واحد اخر اللي قال كلمه غلطه وما عرفش ليها. يعني راه بزاف، يعني اش غادي ديري الا قلتي هاتي غلطه غتغرق بك الارض؟ ما يمكنش. الانسان كيتعلم من الخطا، الانسان كيتعلم اللغه من الكلمه الغلطه. الانسان كيقولها غلطه مره وجوج وثلاثه وربعه، والمره الخامسه كيعرفها وكيقول ويلي هذه عامين وثلاث سنين وانا كنقول ليها كذا وكذا ما كنتش عارفها. هذيك كترسخ لك في الذهن، ما كتبقاش تحيد. ملي كتحشم بانك قلتيها واحد العشرات المرات غلطه والمره ال20 ولا المره ال100 عاد تعلمتي الصحيحه، تتلصق لك في عقلك، كتولي تعرف بان هذيك هي الكلمه الصحيحه ماشي هذيك هي الكلمه الغلطه. اللغه تتبغي الجبهه وتتبغي الاحتكاك، وهما اصلا يعني هنايا مثلا في اوروبا الاوروبيين ما كيضحكوش عليك الا قلتي الكلمه غلطه، ابدا ابدا ما كيضحكوش عليك. واخا تقولها ما عرفت كي قلتيها ما كيضحكوش عليك. تيفهموك، تيحاولوا هما يخدموا دماغهم ويستوعبوا اشنو بغيتي تقول، تيفهموك ويجاوبوك.
بكثره احتكاكهم مع الاجانب بطبيعه الحال يعني تيوليو متعودين، يعني خصوصا الطباء المعلمين، مثلا بلاصه الكموني، دوك البلايص اللي كيكون عندهم احتكاك بزاف مع الاجانب، تيكونوا يعني مدربين تا هما تيولفوا على دوك الاخطاء وتيولفوا يتحاوروا معاك ويبقاو يسلوا منك الكلام كلمه بكلمه حتى كيعرفوك شنو باغي تقول. واش فهمتوني البنات؟ اللي كيغلط في الكلام راه ماشي عيب، ماشي نقص منه، ماشي قله قيمه، بالعكس اللي تيغلط هذاك دليل على انه انسان ناجح وانسان باغي ينجح وغادي يوصل وغيتعلم اللغه وغيولي يضبطها مزيان. اما داك الانسان اللي تيحشم باش يقولها ويخاف الناس اللي يضحكوا عليه، كونوا اكيدين انه ما عمره ما غادي يتعلم وغيبقى ديما حشمان، والناس غيوصلوا مراحل وغتصيبوا يلا جاي تبع دب الحلز فوق حجاره، باقي يلا شاد الاساسيات في اللغه ولا ما شادش حتى الاساسيات ما شادهمش، لانه تيتسلف فم يهضر في بلاصتو. السلام عليكم، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.